السلام عليكم كل متابعين قناه اعزائي، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع وعلم اسكندريه. النهارده السبت 17 يونيو 17/6. امام حاليا موجودين بالكاميرا امام نادي سموحه. نادي سموحه ونادي اصحاب الجياد. لكل متابعين قناه شوارع وعلم اسكندريه اللي عمرهم ما دخلوا نادي سموحه او يسمعوا عنه سمع يقروا عنه، النهارده كام دقيقه كده بساط كده للي ما دخلش نادي سموحه، اللي كان نفسه يعرف ايه اللي جوه الدنيا شكلها ايه. امامكم نادي سموحه، وايضا امامكم مضمار الخيل لنادي اصحاب الجياد. امامنا ايضا مشروع بيتك في النادي، لو تسمعوا عنه في التلفزيون. منشآت نادي سموحه، امامنا فيروزة سموحه الجديده. ايضا امامنا ترعه المحموديه القديمه او مشروع شريان الامل، ثم بقى عزبة حجازي وطريق محور الجديد الى ان نصل لابو سليمان فخرشد فكفر الدوار. كده امامنا طبعا مشروع بيتك في النادي. خلف مشروع بيتك في النادي شارع النقل وهندسه، خلف النقل وهندسه سموحه الجديده، ثم ارض شركه النحاس، الظهريه، بكوس، غبريال، الرمل، فيكتوريا الى ان نصل لابو قير. ايضا امامنا على الشمال شارع مصطفى كامل اللي يوصلك لشارع ابو قير. امامنا محطه قطار سيدي جابر، وامامنا البحر شارع ابو قير، امامنا شارع بورسعيد، امامنا البحر، امامنا على شمال الصوره ميدان فيكتور عمنويل وشارع 14 مايو وقلب سموحه. اتمنى لو حضراتكم اول مره تتابعونا تشاركوا في القناه، فعلوا زر الجرس علشان كل جديد بننزلوه على اسكندريه يوصل لكم. المنشآت طبعا بسم الله ما شاء الله. نادي سموحه يعتبر من اشهر واغلى النوادي الاجتماعيه في اسكندريه. طبعا اسكندريه فيها نادي سموحه، نادي سبورتنج. اي نعم نادي سبورتنج اعرق من نادي سموحه، ولكن سموحه حاليا اشهر بكتير من نادي سبورتنج. طبعا دي اراء شخصيه. الملاعب مضمار الخيل لنادي اصحاب الجياد. ايضا امامنا كده شارع النصر، جرين بلازا، نوادي القوات المسلحه، عزبة حجازي، ابو الخير بتاع زمان، حزين ابو الخير، بحيره مريوط او بقايا بحيره مريوط، وطريق الزراعي اسكندريه القاهره الزراعي. وامامنا المبنى الجديد لديوان المحافظه ونادي الاتحاد السكندري سيدي البلد الجديد. اتمنى اكون اسعدناكم. فيديو بسيط، ولكن ما تنسوش تدعمونا باللايك من اسفل الفيديو. يلا